حضرتك بس ما جبتش الاتش ار ليتر وكشف الحساب البنكي يا فندم. لا ما حضرتك انا قدمت على القرض خلاص، عايز اقدم بقى الحماده على المدرسه. عظيم، عظيم جدا. طب حضرتك احنا بس متعودين الاول ان احنا بنسال اسئله عامه كده، يعني بنمشي امورنا يعني. حضرتك كنت بترضع رضاعه طبيعي ولا صناعي؟ انا؟ وده ايه علاقته بالانترفيو؟ حضرتك ايه؟ انا بسال العميل ابن حضرتك، وبعدين ده بيفرق معانا جدا. كشكول. كشكول؟ كشكول ايه؟ هو الواد لسه دخل المدرسه عشان نجيب له كشاكيل؟ كشكول ايه؟ كشكول كسكول كسكول. ايوه، وده بيفرق مع حضرتك في ايه يعني؟ ده بيفرق معانا يا فندم في الاي كيو بتاع الطفل. اي كيو؟ والاي كيو عندكم من كام لا مؤاخذه؟ يا فندم انا كل همي اعرف التالنت بتاع الطفل. لا ما تقلقش، حماده قرد، حماده في التالنت فظيع. قوم يا حماده وريله حركه الخنزير ورقصه الخرتيت. يا باشا هتقبلوه ولا اروح اقدم له في المصنع مع اولاد عمه؟ لا لا، هنقبله طبعا، اكيد هنقبله، بس حضرتك لسه ما جاوبتنيش. يعني احنا بس محتاجين نعرف الرضاعه بتاعته كانت طبيعيه ولا صناعي؟ طبيعي يا سيدي، طبيعي. طبيعي. أسرة موفرة وما بتحبش تصرف. معلش حضرتك بتكتب ايه؟ لا يعني ده شوية خواطر كده بحب أكتبها أثناء الانترفيو يعني. طيب سؤال كمان معلش من ضمن الأسئلة العامة. سوري يعني سوري مرات حضرتك ولدته طبيعي ولا سيزيريان؟ هو انا جاي اشيل الواد اللوز؟ انا جاي اقدم له على مدرسه، في ايه؟ صحة الأم يا فندم، صحة الأم بتفرق معانا جدا في المدرسة. وبعدين حضرتك عارف إن الأم أصلا في أصل مدرسة. يلا حماده هنروح نقدم عند ماما، سلام عليكم. لا ثواني حضرتك، هو انا ما اعرفش اهزر مع حضرتك شويه يعني. انا بسال بس عشان خاطر حضرتك ان الطفل لما بيتولد طبيعي. انت قصدك على العياط الاقل وكده. لا ما تقلقش، حماده هادي خالص. عياط ايه يا فندم؟ عياط ايه؟ وحضرتك جاي لدكتور اطفال؟ لا خالص، مش دكتور اطفال خالص. حضرتك بتسال اسئله متخصصه في الدراسه والمدرسه. يا فندم بعد اذنك كلمني زي ما بكلمك. ما انا بتكلم. طيب انا هقولها لك بالبلدي كده، نزلتوه طبيعي ولا قيصري؟ نزلناه من على النت. من على النت؟ من على النت. ايه ما ضحكتكش؟ ما انت بقالك ساعه بتقول افيهات من على النت. بيحور ويلف ويدور ومش هيحضر اجتماعات اولياء الامور. انت بتكتب ايه؟ طبيعي يا سيدي، طبيعي. هو انتوا ايه حكايتكم مع الطبيعي؟ هو انتوا ما بتصرفوش حاجه ابدا؟ لا بص حضرتك، اسئلتك بقت شبيهه لزوجة القلقاس وهو بيتغسل. كفايه كده بقى. طيب خلاص نسيبنا من الاسئله العامه خالص، وتعالى نجرب مع بعض حاجه تانية. هسألك سؤال ثعباني شوية. لو افترضنا ان انت مثلا يعني ماشي في الصحراء وفجأة طلع عليك ديناصور وقعد يجري وراك وعايز ياخد منك حمادة، وانت رحت شايل حمادة وقعدت تجري من الديناصور، والديناصور يجري لحد ما استخبيت ورا صخرة، راح الديناصور جاي دايس على الصخرة، رحت شايل حمادة وقعدت تجري والديناصور يجري وراك لحد ما لقيت مدرسة انترناشونال غالية جدا. تقدم لحمادة فيها ولا تخلي ديناصور يدوس على حمادة؟ لا هقدم في المدرسه، هقدم لحماده. بس دي مدرسة انترناشونال تدفع لها بالدولار. هو الديناصور كبير قوي يعني؟ كبير جدا. هقدم. خلاص انا هعمل معاك واجب وهقبل لك حمادة في المدرسة طالما هتدفع. بس معلش انا يعني في شوية احتياطات كده، وانت عارف ان الاحتياط واجب. احنا محتاجين ان احنا نبعت معاك مندوب معايشة يتعايش معاكم في البيت شوية كده علشان خاطر يشوف حالتكم الاجتماعية وقدرتكم على السداد للمدرسة. مندوب معايشه؟ ابعت لي سناء. سناء؟ هتروح عند جدك يلا النهارده، افرح يلا. يلا تقدر تتفضل وتاخده وتمشي. مش لما سناء تيجي؟ ايوه ما هو ده سناء. دي هو ده سناء. بس بالله عليك تراعي ربنا فيه وتعتبره زي ابنك. سناء مين؟